بص اصحى معاي وركز في الكلام عشان انا هقول كلمتين ابرك من جورنال. انا مش عايز الفيديو ده حد ياخده بشكل شخصي، يعني انا مش عامله عشان خاطر شخص، ولكن عايز كل اللي يشوفه ياخده بشكل شخصي. انا ما اعرفش ازاي، بس انتوا براحتكم. حكم علي الزمن ان انا ما اعرفش اقعد في قهوه بلدي، مش تناكه مني ولا كبرياء ولا غرور ولا قلت بس خلاص انت بقيت مشهور ما ينفعش تقعد وسط الناس العاديه، لا. ولكن انا في شغلي محتاج شاحن اشحن تلفوني، محتاج واي فاي سريع احمل حاجه مثلا، محتاج مكان نظيف اقعد مع زبون اتفق معاه على اعلان ولا على شغلاني، محتاج مكان هادي اقعد فيه مع الناس اللي شغاله معاي نجمعوا فكره حلوه نتناقشوا فيه. فانت لما ترن علي فنان فينا اقول لك على الكافيه او تيجي، لما اول ما تيجي وتقعد جنبي من باب الذوق المفروض والواجب ان انا اقول لك تشرب اياه وارحب بيك. المفروض من باب الذوق منك انت تقول لا والله انا تمام، فاقول لك والله انا تشرب، فتقول طب كوبايه شاي، كوبايه حلبي، كوبايه ياسون، كوبايه كركديه، كوبايه عناب، اي حاجه اي حاجه. لكن ما تجيش انت تقعد في واحد اسمه، يعني فيش داعي لذكر اسماء، اسمه سعيد، ما يجي يقعد معاي، اول ما يجي يقعد يروح راجع لوراه ويقول لهم انا اديني شيشه منجي وواحد كوكتيل. يا ده بيتكم ما فيش نوعين فاكهه دخلوا مع بعض بقى عمرك كله، قاعد عمرك كله وبيتكم ما فيش نوعين فاكهه دخلوا مع بعض، الا طالما في موز خلاص الاسبوع اللي جاي نجيبوا تفاح، تيجي انت تقعد جنبي تطلب كوكتيل، يا ري ما تضايقناه. طيب الكوكتيل ب 50 وعندك 40 ولا 45 ولا 50 شيشه تفاح 100 جنيه في 30 في الشهر 3000، ده مرتب موظف دول يا عم الحاج، مرتب موظف اصرف عليك انا؟ يعني انا عشت واتولدت في الحياه عشان اشتغل وادعي كويس اصرف عليك؟ ما اطلب عنها، اطلب شاي، امانه شارب شاي، اما انا قاعد وشارب شاي، وفي الاخر يقول لك اها اللي عفش، اللي بخيل، اللي ماسك في الدنيا ومدقر في المعيشي. طب ما غصب اعمل ايه طيب؟ ما تعبتوني. المفروض باب الذوق يقول اللي انا لازم اعزم عليه، بدل ما المره اللي جايه كنا اقول لك ما قعدتش في المكان خالص. فالمفروض انت قاعد مع حد، رحت قعدت مع حد الدنيا ضايقه دروك عنا. لو قعدنا نحن ستي وكل واحد طلب كوبايه شاي، يوم ما رداك المعيشه اقوم ادفع 50 جنيه. يا اخي انت راجل كيف معسل وشربت لك حجر معسل قاص، مش هلوم عليك، اقول له ده راجل كيف وجا قاعد معاي ويعملش حاجه. لكن تقعد تطلب لي شيشه منجي، ياك شيشه منجي. طب صغيرين احنا للشيشه المنجي، اتقريف تقوي انت على الشيشه المنجي، حرقك الكيف خلاص صدعت دخت لفت بيك الدنيا، لازم نفس معسل درك منجي. الواحد اول ما يجي يقعد يقول لك امان عندك ايه فريشات، عندك ايه فريش، والله تلقى ما في خلاط في بيتهم. شوف تلقى البيت ما في خلاط، ويجي عندنا في الكافيه يقول لك عندك ايه فريش. طب ادينا وادي ايامنا، انا خلاص هتفق في مكان اقعد، المشروب الرسمي للقعده بتاعت الشاي، هتطلب لنا فريشات تحاسب انت، تقوم تحلف 100 طلاق و100 يمين ان انت لازم تحاسب، يعني لازم تحلف لك طلاقين ثلاثه طلاق مكلف عشان اقول لا بس خلاص يا عمي طيب حلف يمين يبقى خلاص ولا حاجه. لكن تجي تقعد وتشرب وتقول طب عايز حاجه فنان، اي اللي عايز حاجه فنان وارثني، القيت اثار، ما تجري في السلاح، ما تجري في المخدرات يا وجدان، ما تطلعنيش عن شعوري، وفي الاخر تقولوا ايليا قال، تقولوا ايليا عفش. اديني نبه لا يجي يقعد معايا يطلب حاجه غير الشاي اجرسه، اعمل له فيديو اصوره صوت، اللي هيطلب شيشه فواكه ولا يطلب لي كوكتيل هصوره بالحاجه، امسكه متلبس اصوره وانزله على النت اشرده عشان احكي الكلام الرسمي. يعني بعد كده ما تقولوش ايليا غلطان ولا ايليا غلط ولا ايليا مش صاحب واجب، لا احنا كل يوم قاعدين، انا راجل فاضي، انا راجل وريش حاجه ولا شغلانه ولا مشغلي، انا قاعد فاضي قاعد ماسك تليفوني، هي شغلانتي دي في الحياه، انا قاعد ماسك تليفوني. هتيجي تقعد جنبي ما تكلفنيش الكلام بدل ما اقفل التليفون خالص اغير ارقامي خالص. اعمل منشن لصاحبك اللي هيقعد يطلب فريشات وقول له اخرك معي كوبايه شاي، يا تقوم تحاسب على الشيك كله وتحلف 100 يمين.